السلام عليكم أخواتي الكريمات، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مع أخواتي في فيديو جديد. هذا النهار إن شاء الله بإذن الله غادي نقدم لكم وصفة لتحضير شربات ولا عصير البرتقال في المنزل، عصير طبيعي 100% وبنين بنين بنين بزاف وسهل التحضير واقتصادي، يعني ما فيش مواد بزاف وبالخفي التحضير، والبنة تاعه ما عندي ما نقول فيه، ما عندي ما نقول لكم فيه. انا غادي نحضره بطريقتي وانتم كل وحده واش تبغي دير. انا مثلا درت فيه ذوق البرتقال مع الخوخ، وانتم كل وحده واش تبغي دير. المكونات سهله بزاف، اللي هي حبه تشينا من الحجم الكبير، واللي ما عندهاش تشينا حجم كبير تقدر دير زوج ولا ثلاثه حجم صغار، كاس سكر، وحده ياغورت صغيره. نروحوا مباشرة لطريقة التحضير. نرابو الحبة تاع البرتقال تاعنا في الرابوز ولا في السكرفاج من الكوتي اللي صغيرة، من الجهة الصغيرة نرابوها كاع حتى يولي يبان كيما نقولوا القشرة البيضاء هذيك تاع البرتقال تولي تبان. واتونسيون تقلعي صبعك كيما قلعته انا. بعد ما نرابو الحبه تاعنا كاع، شوف كيما راك تشوفوا انا غير بالاضاءه راها تبان لكم صفراء، مي انا قعدت القشره تاعها بيضاء. نروحوا لهداك هداك الزاست ولا هداك المبشور تاع البرتقال، نضيفوا فيه كاس تاع سكر، يعني ونخلطوا ونخلوه اكوتي. ماذا بيا خواتاتي اللي دخلوا جدد في القناه تاعي يدعموني بلايك وكومونتير، يعني زينه كيفهم، ما غادي تخسروا والو. نتمنى ان شاء الله تدعموني. نروحوا الحبه تاعي نقشرها كاع، ما خاصش يقعد فيها هذاك البيض، خاص نقشروها كاع، يعني نقوها غاية الغاية ونرابوها في الاشواغ. الو نجيبو لاشواغ تاعنا نقطعو فيه هذيك الحبه تاع التشينا تاعنا كاع، نقطعوها ونميكسيوها بطبيعه الحال. واللي عندها البرا ميكسور تقدر دير البرا ميكسور، يعني لا باس، اي حاجه عندك ليسونسيال ترحيها كاع. الطريقه كيما راكم تشوفوا، الطريقه انا رحيتها ودرت الزاست بوحده. نتوما تبغوا كيما نقولوا ترحوا وتخلطوا معاه الزاست وديروا السكر، لا باس، يعني كيما نقولوا الطريقه كل وحده واش دير. مثلا انا هنايا بعد ما طحنت بغيت نصفيها في الصفايه، بصح من داك عندي صفايه صغيره ما ساعدنيش الحال وغادي تشد الوقت. الوغ شادرت، رديت هذاك اللي بون كيما راكم تشوفوا، رديته في البول تاع كيما نقولوا في لاشواغ، رديته في الغراف تاع لاشواغ. شوفوا هنايا انايا راني درت لها كيما نقولوا بشرتها، طحنتها عفوا، وعاودت لها الطحين. باسكو علاش؟ باسكو لاشواغ تاعي شويه لي لام تاعها شويه حافين، زعما ماشي قاطعين. كيما نقولوا العصير الاول عصرته درته مع هذاك المبشور، وراني عاودت درت لها كاس ما وعاودت طحنتها. نتوما تقدروا مباشره تطحنوا حبه تزيدوا معها كاس ما وتطحنوها وتكملوا. وكي تكملوا تصفوها بمصفات من النوع الكبير عادي. انا هنا عندي المصفات اللي صغيره شويه غبنتني وقعدت نصفي غير بشويه، كيما نقولوا شدت لي الوقت. بصح نتوما اللي عندها مصفات ولا غربال ولا تاع البلاستيك هذاك تاع الفارينه تقدروا تصفوا به عادي. شوفوا انا راني عاود رديتها هنايا. شوفوا في حبه تشينا كيما شفتوها، حبه تشينا كبيره نديروا 5 كيسان تاع ما بهذا الحجم، بمعنى نديروا يوطرو ونص، ماشي يوطرو ونص، نديروا يوطرو واحد 300 مليمتر تاع ماء، كيما نقولوا قل من يوطرو ونص. شوفوا انا بعد، شوفوا راني خلطت هنا كلشي بالسكر بالزاست بهذاك المبشور تاع البرتقال، كلشي خلطته وعاود رجعت صفيته هكا باش نربح الوقت. بعد ما صفيته كاع نروحوا نزيدوا عليه الياغورت. انا هنا الياغورت قلت لكم استعملت هي نستعملوا وحده صغيره، نستعملوا حجم بون وحده صغيره، بصح انا هنا استعملت تاع الخوخ. نتوما تقدروا ديروا تاع الموز تاع البرتقال، اي نوع تاع كيسموه ديروا. شوفوا انا هنا المصفى طاحت لي وعاود رجعت صفيتها. ليسونسيال تعاودوا تصفوها، انا عاود صفيتها. واللي عندها مصفات كبيره كيما قلت لكم دير مصفات كبيره خير. شوفوا هنايا عندي هنا الغراف تاع لي ميزو، غادي كون نشوفوا غادي نلقاو كي خلطنا السكر وخلطنا هذاك المبشور وكاع، جاتني واحد اليوترو و600 كيما نقولوا فوق اليوترو ونص شويه. هذا هو الياغو اللي استعملته. قلت لكم استعملت تاع الخوخ.
تقدروا تانيك تستعملوا تاع نواتفوك وتاني كيجي فيه ذوق شباب بزاف بزاف بزاف. هذه اختياريه. بلا ما نطول عليكم، نشوفوا هنايا انايا هنا عاود صفيته، لاخاطش قلت لكم الصفايه كيما شفتوها طاحت لي في الغراف. عاود صفيته وصاي دروك هنا راه واجد للاستهلاك. يعني وكي تكوني باغ اكزومبل هكا، شوفوا جا بنين بزاف، ما عندي ما نقول فيه العائله تاعي، انا موالفه نديره واحد زعما كيما نقولوا انا شفتها بطريقه واحده اخرى، بصح زدت فيه الاضافات تاعي. باغ اكزومبل انا شفته نديرو فيه يوطرو ونص تاع ما يجي شويه خفيف. انا في الديبي كنت نستعمله بيوطرو ونص ما ولا يجي خفيف، بصح دروك انا راني نستعمل فيه غير كيما نقولوا 5 كيسان تاع الماء. شوفوا يجي اللون ما عندي ما نقول، الطبيعي من جهه طبيعي طبيعي 100%، وبرخف يوجد، وزعما وتجي كونتيتي كبيره بهذيك الحبه تاع التينه. شوفوا شحال خرجت لنا كونتيتي، راني نقول لكم خرجت لنا يوطرو و600 مليلتر عفوا تاع الماء تاع العصير. هذه هي، نتمنى اي وحده تجربه وننصحكم تجربوه مع، خصوصا راه جاي رمضان، هذا الواحد ما يولي يستهلك مع كلشي راه غالي. يعني رانا نحوسوا على الوصفات الاقتصاديه، ووصفات سهله التحضير والاقتصاديه في نفس الوقت. هذه هي الوصفه اللي جبتها وقاسمتها معكم هذا النهار، ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تنجح لكم، واني مأكده 100% بلي تنجح لكم. نتمنى فقط اخواتي تدعموني في القناه، ما تبخلوش عليا بجام، وان شاء الله هكا باش نتحفز نحط لكم المزيد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.